أجواء عيد الأضحى المبارك وأمام الارتفاع الفاحش لأسعار المواشي في الأسواق، أصبح لزاما على المواطن الجزائري خصوصا أصحاب الدخل المحدود منهم اقتناء الماشية بالتقسيط لإدخال الفرحة على عائلتهم. يقول سيد أحمد هديبر في هذا التقرير. التهاب أسعار المواشي قبل أيام قليلة من العيد الأضحى المبارك حتم على المواطن الجزائري خصوصا أصحاب الدخل المحدود البحث عن طريقة لشراء أضحية يدخل فيها الفرحة لأبنائه، وهو ما وفرته الشركة الجزائرية للحوم الحمراء أين تم الانطلاق في عملية البيع بالتقسيط. السنة هذه خصصنا 3000 راس مقارنة بالسنة الماضية وين الحقنا حتى 1800. يدفع نصيب يتراوح ما بين 20% حتى 25%، والنسب المتبقية في يسددها في 3 أشهر 4 أشهر. ورغم الإقبال الكبير للمواطنين وترحيبهم بالفكرة، إلا أنهم أبدوا تذمرهم من الأسعار الملتهبة، سيما وأنها مرتفعة مقارنة بنقاط البيع الفوضوية. البري ان اكزومبل تاع ليا يدير انا ان اكزومبل يدير 5 ملايين، بالك برا يدير 4 ملايين. لي روفوندور عادوا يبيعوا خير من اللي هنا اللي قال لك نجيبوه يعني باش يطيح السوق. وهنايا نورمالمون لي دي فاسيليتي مليحه، واحد اللي ما يقدرش كاع يجي لهنا خير واحد ويعيد به كما يعيدوا الناس. وبخصوص الجدل القائم عن بيع الأضاحي بالتقسيط، لرجال الدين رأي في ذلك. إذا كان هذا المشتري بعدما سمع من البائع العقدين والثمنين يقول له أنا أشتريه دفعة، هذا جائز، أو قال أنا أشتريه عن طريق التقسيط، هذا جائز. لكن إذا كان الغموض عرض عليه عقدين ولم يبين له، في هذه الحالة لا يجوز. شراء أضحية العيد أصبح عند أصحاب الدخل المحدود بمثابة حلم يراودهم، أين وجدوا أنفسهم بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان الرغبة في التقرب من الله تعالى. والآن مشاهدينا نصل بكم إلى موعد